في ظل قانون الفوضى ما تقوليش انك حر وانك قادر تسيطر السيطرة الكاملة على حياتك. قانون الفوضى او قانون تأثير الفراشة بيقول ان ضربة جناح فراشة واحدة في الصين ممكن تعمل عاصفة في امريكا، وده عن طريق حدوث عدة تفاعلات وتغيرات صغيرة ومتسلسلة بتؤدي بدورها لحدوث تفاعلات اكبر فاكبر. مبدئيا لو انت بتحب فيلم ابراهيم الابيض فانت كده راجل جدع. ابراهيم الابيض من اهم افلام السينما المصرية، ملحمة درامية وسينمائية رائعة، وكمان فيها قصة حب شديدة السوداوية. البطل بتاعنا ابوه بيتقتل قدام عينه، فيكبر البطل ويقتل اللي قتل ابوه، ويكبر كمان شويه ويحب بنت الراجل اللي هو قتله، وكمان بيبتدي البطل يتنافس عليها مع ملك المنطقه اللي هم كانوا عايشين فيها اللي هو عبد الملك زرزور. طب حلو الكلام ده، ماله بقى ومال الكلام اللي انا قلته من شويه؟ لو خدت بالك اللي بدأ شلال الدم ده كله حدث صغير جدا لا يكاد يذكر في اول الفيلم. شخصيه هامشيه جدا بتظهر في لقطه واحده في الفيلم. الشخصيه دي هي الست اللي شهدت على خناقه ام حوريه وام ابراهيم، وشافت ام البطل وهي بتضرب ام حوريه بالقلم على وشها بسبب حدث تافه وعشوائي اللي هي اصلا خناقه بين اطفال في البدايه، ومع ضرب ام البطل لسوسن بدر بالقلم على وشها في لحظه فتح الجار للباب عشان تتفرج على الخناقه، كانت هي دي اللي قلبت موازين الفيلم. اهي فتحه الباب دي ممكن نسميها اثر الفراشه. طب انا هديك مثال بسيط عشان تفهم الكلام. نفترض دلوقتي ان كان في فارس كل دوره في الحياه ان هو يراقب المدينه اللي بيحميها من بعيد عشان يحذرهم لو جه اي هجوم عليهم، وفي يوم من الايام شاف الفارس ده هجوم جاي من بعيد على المدينه. طبعا لازم يروح يحذر اهل المدينه عشان يصدوا الهجوم ده، بس في اللحظه اللي راح فيها الفارس عشان يحذر اهل المدينه ضاعت حدوه الحصان بسبب ضياع المسمار اللي كان بيربطها، وطبعا الحصان مش هيعرف يجري على ارض صلبه من غير ما تكون الحدوه في رجله، فكانت النتيجه ان الفارس معرفش يروح يحذر اهل المدينه في الوقت المناسب، وطبعا ده ادى ان المدينه وقعت تحت الاحتلال. اذا لو جينا سالنا نفسنا سؤال، ايه سبب سقوط المدينه؟ طبعا سبب سقوط المدينه هو ضياع المسمار اللي كان بيربط حدوه رجل الحصان، وده الحدث الصغير اللي ادى لضياع المدينه، وده الحدث الكبير. اذا اقدر اقول لك بكل بساطه ان ضياع مسمار صغير ادى لضياع مدينه كبيره. اللي انا عايز اقوله لك يا معلم انك حر ومسيطر على حياتك، ولكن في حدود اللي بيتصل بيك بس او اللي انت بتقرره بس، لكن تنفيذ القرار اللي انت خدته بيفضل مربوط بالعالم اللي حواليك. قراراتك مربوطه بالظروف اللي بتتشكل حواليك. عايز اوصل لك فكره انك مش عايش لوحدك في العالم، انت عايش في عالم فيه مليارات غيرك، وكلنا مربوطين ببعض في دايره واحده، بنأثر ونتأثر ببعض. اذا لو حصل اي تغيير بسيط في الدايره دي بيحصل تغيرات اكبر فاكبر بتظهر بعد ازمنه كبيره. القرارات والاختيارات اللي احنا خدناها انا وانت زمان هي اللي وصلتنا للحظه اللي احنا فيها دلوقتي. طيب انا هديك مثال اخير يوضح اللي انا بقوله لك. تخيل معايا ان عميد كليه الفنون الجميله في جامعه فيينا يوافق على قبول الطالب أودولف هتلر بالكليه، وان هتلر كان يبقى رسام. وتخيل معايا ان ما كانتش هتقوم حرب اسمها الحرب العالميه الثانيه اللي مات فيها ما يقارب من 85 مليون بني ادم. او تخيل بقى لو كان العميد بتاع الكليه ده وافق بس على قبول. اذا عميد الكليه خد قرار بسيط جدا، وهو ان رفض طالب من دخول الكليه ادى الى حدث كبير جدا وهي الحرب العالميه الثانيه. طب تخيل معايا انك ما عملتش لايك للفيديو مثلا، ده ممكن يحبطني انا نفسيا. بس يا عم خليني اقول لك في النهايه صباح الفل، انا يوسف.